السلام عليكم ورحمة الله. في كلمة سودانية منتشرة في السعودية وأصبحت ترند على مستوى التيك توك وعلى مستوى الواقع في السعودية بصورة عامة وخاصة في المنطقة الغربية. الكلمة يا أخوان هذه الكلمة يعني حتى أنا ما أقدر أقولها. والكلمة دي يعني في السودان ما أي شخص بيقولها إلا شخص يعني إما جاهل أو شخص لسانه متعود على قول الكلام الغير لائق يعني. والكلمة معناها يعني معنى للأسف معنى غير لائق ويحرم قوله لأنه يحتوي على معاني فاسدة، وهي تحمل عدة معاني في الحقيقة، لكن حتى المعاني الثانية مأخوذة من المعنى الأول. يعني أصل الكلمة هي محرم، أصل الكلمة هي محرم، والكلمات الاستخدامات الثانية لهذه الكلمة أتت من المعنى الأول اللي هو المعنى المحرم. وعندنا في السودان عند قول هذه الكلمة بنفس الصياغة التي تقال الآن، يعني الآن متى يقولوها الناس هنا؟ بيقول لك كلام مش مفهوم على أساس إنك تقول له يعني قلت شنو؟ فعلى طول بيقول لك الكلمة هذه. يلا السياق هنا بالأخص في السياق ده معناها معنى خبيث، معناها معنى فاحش. إن الله لا يستحي من الحق، ولكن يجب أن يبين معنى هذه الكلمة، لأنه ناس كثيرين جدا سألوا عن معناها ودخلت البحث ما لقيت زول يعني يتحدث عنها، فقلت أتحدث عنها. فعندما تقال في هذا السياق بالتحديد فالمعنى معنى فاحش. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من قول مثل هذه الكلمات. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد من المشرق والمغرب، وفي رواية 70 خريفا. بمعنى أن الإنسان يقول كلمة ولا يلقي لها بالا، لا يتثبت في معناها ولا يتبين فيما معناها، ويعني تهوي في النار 70 خريفا، أي يعني يعذب بها في نار جهنم 70 سنة في كلمة الإنسان ما تريس وما يعني دقق في معناها. فالواجب على المسلم إذا تكلم أن يزن كلامه بالميزان الشرعي، إذا هذا الكلام فيه خير تكلم، إذا ليس فيه خير يعني يسكت ولا يتكلم.